واليوم فتة ومش مثل أي فتة، وبما إنه الكل عم بيستنى بهالأكلة الملوكية حبيت أقدم لكم إياها اليوم بطريقة أهل الفخر والعزة. الله يفرجها عليهم ويجعل كل شيء بيصير معاهم في ميزان حسناتهم. كل عام وأنتم بألف خير أحبائي، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. فخلينا كالعادة ننزل على التعليقات نصلي على الرسول أكسب أجر أنا وأنتم. بتمنى كالعادة نضغط لايك لهذا الفيديو، بكون كتير ممنونة لكم. أنتم ما بتتخيلوا هاي الفترة يا صبايا قديش هذا اللايك بفيدني وبيدعمني صراحة، كتير بعازة لدعمكم هالفترة. فاضغطوا لايك لو انتم عم تحضروا بالفيديو، خذوا الفيديو مشاركة على صفحاتكم حتى ترجعوا له وقت تحتاجوه، ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية عندي هون أنا مستخدمة لحمة خروف، أكيد بتقدروا تستخدموا نوع اللحمة اللي بتحبوها وبتفضلوها، وكمان بتقدروا تستخدموا دجاج. حطيت اللحمة بالطنجرة وضفت عليها مي باردة، وأول ما المي غليت معي وطلعت زفرتها بكب المي وبرجع بحط اللحمة بالطنجرة وبرجع بضيف عليها مي سخنة بتغلي. ما بصير اللحمة متى ما دخلت معي بمرحلة السوى أرجع أضيف لها مي باردة بتطول عندك لتستوي. ضفت لها المطيبات، فلفل أسود حب هان حب، عود من القرفة وبصلة وورق لورا، كمان ضفت لها حبة من اللومي بتعطيها نكهة كتير طيبة. أول ما استوت معي اللحمة، بعد ما استوت معي تماما ضبطت الملح. تمام، شوفوا هون اللحمة مستوية عندي تماما، تقريبا أخذت معي ساعتين إلا ربع. حط اللحمة بالصينية وبضيف لها كفكيرة واحدة من المرقة لحتى اللحمة مش كتير تنشف معنا، فكتير مهم إنكم تضيفوا مرقة بتضل اللحمة معاكم طرية، وما تكتروا ولا تبالغوا بكمية المرقة، يا دوب كفكيرة واحدة كفاية. أدهن اللحمة بكمية منيحة من السمنة، تمام، وما تستبدلوها بزيت، السمنة كتير أطيب. ويا عيني لو السمنة اللي عندكم بلدية، بعد هيك رح أضيف لها رشة بسيطة من الفلفل الأبيض لحتى هيك يضل لونها حلو مثل ما هو. ممكن كمان تضيفوا لها رشة بسيطة من الحب هان مطحون. بدخلها على الفرن شواي فقط من فوق لتاخد هيك لون أحمر جميل، بعد هيك بشيلها. عندي هون معلقتين كبار من السمنة، بضيف لهم 3 كاسات من الرز المصري. وبصراحة وبعد تجربة كتير أطيب تستخدمي بوصفة اليوم الرز المصري عن الرز البسمتي، كتير بتفرق معك بالطعم. حطيت الملح على الرز وبدأت أشوح فيه، بعد هيك رح أضيف عليه مرقة اللحمة. طبعا بضيف مرقة اللحمة ارتفاع 2 سنتي عن الرز، مش أكتر من هيك. بترك الرز ليغلي معي أول غلوة، وطنجرة عندي مكشوفة ما تغطوها أبدا، أول ما بيغلي معي على طول بهدي الحرارة على الآخر، بعد هيك بغطيه. ملاحظين بوصفة اليوم أنا ما عمالي بعطيكم مقادير، أنا عم بعطيكم طبخة، لأنه الوصفة عندنا اليوم هي كمية تقديرية، أنت قديش بدك تعملي لعائلتك. عندي هون خبز المشروح أو خبز الشاورما أو خبز الشراك، ما بعرف كيف بتسموه، قطعته كيف ما عم بتشوفوا معي. أنا ل3 كاسات استخدمت رغيفين. بدخله على الفرن شواي فقط من فوق ليتحمر معانا تماما. شوفوا اللحمة ما شاء الله عن جد يا جماعة بتشهي. سمنة يا جماعة عاملة عمايلها مع اللحمة المدهنة، ضروري تجربوها. عندي هون سنان من الثوم هرستهم مع قرن من الفلفل الحراق، وبضيف لهم عصير حبة من الليمون، وبضيفهم على مرقة اللحمة. وهلأ بقولكم شو رح نعمل فيها، بحركهم شوي سوا وبشيلهم على جنب. عندي هون كمية الخبز، شوفوا أنا شقرته بهذا الشكل اللي واضح قدامكم، وفردته بالصينية بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. بعد هيك رح أسقي الخبز كفكرتين من المرقة اللي حطينا لها ليمون وثوم وفلفل. بعد هيك رح أنزل بكمية الرز بعد ما استوى عندي تماما. بفرد الرز، بعد هيك بصفة اللحمة وبحط المكسرات، بزينه بالبقدونس، انت هيك على ذوقك كيف ما بتحبوا تقدموه قدموه. يا جماعة شو بدي أحكي لكم على هالأكل اللي بتاخد العقل. وهاي الفتة بالذات لا بينحط لها لبن، لا بيتقدم معها سلطة، لا بينحط لها طحينة، من أطيب الفتات اللي ممكن إنكم تجربوها بحياتكم يا جماعة، بتشهي. ما بالنسبة للمرقة اللي حطينا لها الثوم والليمون، فهي بتتاكل جنب هالأكلة. يا جماعة شو بدي أحكي لكم بيت شهي. خدي من هالمرقة وحطيه على هاللحمة والرز، ويا عيني دوقوا واستمتعوا يا جماعة بأطيب طعم.